الأهرامات تفتكر مجرد مقابر للفراعنة ولا في سر تاني؟ تخيل معايا، من أكتر من 4000 سنة المصريين القدماء بنوا صروح ضخمة من ملايين الأحجار. الحجر الواحد وزنه يوصل لطنين، والمصيبة إنهم رفعوا الأحجار دي لارتفاعات شاهقة من غير ما يكون عندهم لا ونش ولا معدات حديثة. إزاي؟ في نظرية بتقول إنهم استخدموا ممرات ومنحدرات طويلة كانوا يسحبوا عليها الأحجار بالحبال والخشب. بس العلماء بيقولوا حتى كده الموضوع شبه مستحيل، لأن الأحجار ضخمة وعددها ملايين، يعني كانوا محتاجين آلاف السنين يخلصوا، ومع ذلك خلصوا في وقت أقل بكتير. في ناس شايفة إن المصريين القدماء كان عندهم علم متقدم جدا ضاع مع مرور الزمن، وفي اللي بيربط الموضوع بالفضائيين. بيقولوا الأهرامات اتبنت بدقة عجيبة متجهة تماماً ناحية نجوم معينة في السماء. إزاي ناس عايشين من آلاف السنين عرفوا الإحداثيات دي بالدقة دي؟ الغريب كمان إن شكل الأهرامات اتكرر في حضارات تانية بعيدة جدا، زي حضارة المايا في المكسيك. هل ده مجرد صدفة ولا في رابط غامض بينهم؟ وفي أسرار لسه محدش فاهمها، زي الغرف السرية اللي بيكتشفوها كل فترة، أو الطاقة الغريبة اللي بعض الناس بيقولوا إنها بتنبعث من شكل الهرم نفسه. حتى في ناس بتجرب يحطوا أكل أو مية جوه مجسم هرم صغير ويلاقوا إن الحاجة بتفضل فترة أطول من غير ما تفسد. يعني الموضوع مش مجرد حجارة محطوطة فوق بعضها. الأهرامات لحد النهاردة بتخلي العلماء محتارين، هل هي فعلا مقابر ولا رسائل من حضارة متقدمة جدا، ولا سر لسه البشرية ما اكتشفتهوش؟ قولي بقى، انت شايف السر فين؟ هل الفراعنة بس هم اللي عملوها، ولا كان في قوة أو علم تاني وراهم؟ وده كان سر النهاردة. لو عجبك الفيديو استنى السر اللي جاي، وساعتها هتسأل نفسك، هو أنا فعلا عرفت؟ ولا لسه السر في السؤال؟